يواجهون الحجاج صعوبات في الصعود، خصوصا لأن السلالم الكهربائية غير جاهزة، اللفتات غير راكبة. يعني أنأينا بحجاجنا أن يطلعون في مكان بعيد عن خطة القطار ويركبون بالباصات، وهي الخطة الأسلم. وهذه المساحة اللي راح ينتظرون فيها الحجاج دورهم إلى أن يوصلون إلى بوابة هذا القطار. تسجيل صوتي باللغة العربية والإنجليزية يطلب من خلاله ابتعاد الركاب عن البوابة اللي راح تنفتح بعد لحظات زمنية قريبة. لافتات تشير إلى رقم المحطة اللي تواجد فيها تلفزيون الوطن، واستطاع خوض هذه التجربة بشكل سريع يبعد القلق عن الحملات إذا ما نفذت حرفيا تعليمات البعثة الكويتية والسلطات السعودية. وهذا هو شكل القطار من الداخل اللي نقلنا إلى المحطة اللي بعدها بلحظات بسيطة، وتأكدنا من سلامة الأسانسيرات اللي راح تساعد بشكل كبير كبار السن والمسلمين من ذوي الاحتياجات الخاصة. مجموعة هتدخل القطر تخلي القطار، ثم تعطي إطارة للإشارة للناس اللي ماسكة الرايات، ترفع الراية للي بيسكر الأبواب. وما بين رحلة التجربة بالذهاب السريع والعودة الحميدة، وجد أن بعض الحملات الكويتية حرصت على تجربة القطار قبل خطة التنفيذ، واستحسانهم الكبير للتطور في خدمات المملكة لضيوف الرحمن. احنا قاعد نحاول قد ما نقدر ان نتفادى بعض الامور او المشاكل اللي راح تصير، واحنا ما اقول لك ان مطمنين ولا نقول لك ان احنا متخوفين، انه ولكن في حذر. لما جينا وشفنا صراحه يعني البعثه الكويتيه مشكوره مع الحكومه السعوديه، سوت اجراءات خلتنا يعني نرتاح. خطه ناجحه 100%، بس الكلام في ايش؟ نقل الحجاج من الفندق إلى المحطة. وأكدت هذه الحملات أن تجربة القطار تستحق المغامرة، وشبهوها برحلة الطيران من حيث كيفية الحصول على التذاكر وجدول الرحلات واستخدام التكنولوجيا العالية في إرشاد وتوجيه الحجاج. هذا هو القطار اللي يعتبر تحدي كبير بالنسبة للحملات الكويتية والسلطات السعودية، وإنجاحه راح يكون نقلة نوعية بكل المقاييس في تنقل الحجاج من منسك إلى آخر. مبارك الجناعي، تلفزيون الوطن، من محطة 2 في عرفات.